السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بمناسبة ان احنا داخلين على شهر رمضان يا بنات، فكل سنة وانتم طيبين يا رب، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. طبعا هنعمل مع بعض الفول المدمس في البيت، حاجة كده سهلة وبسيطة جدا، ومش هياخد منك وقت خالص، وهتعمليه بكل بساطة في البيت. وطبعا انت اللي عاملاه بيديكي في البيت طبعا. حاجة كده نظيفة جدا وحاجة سهلة جدا خالص. طبعا زي ما انتوا شايفين كده الفول معايا الفول المدمس جميل خالص ازاي، وزي الزبدة ما شاء الله. الفول كان جميل جدا وريحته جميلة جدا في البيت. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل الفول المدمس مع بعض ازاي. طبعا انا كده عندي اول حاجة هبتدي بيها يا بنات هي الفول. انا جبت الفول ده بلدي، جبت فول كيلو فول بلدي. طبعا انا نقيته كويس، يعني نقيته من اي حباية كده فيها بقعة سودة. اي حباية مش حلوة طبعا انا طلعتها منه. والفول ده لازم نجيبه يكون ابيض كده زي ما انتوا شايفينه كده ما شاء الله. انا حطيته عندي في بولة وغسلته كويس جدا، يعني غسلته كذا مرة. الفول الاول قبل ما انقعه، طبعا انا فضيته في بولة اكبر، وبعد كده هنقعه لمدة يوم كامل. اهم حاجة ننقعه يا بنات عشان خاطر ما ياخدش مننا سوا كتير. ما شاء الله الفول زي ما انتوا شايفينه كده. الفول كله زي بعضه، ولازم نجيب الفول الابيض. ما شاء الله بعد ما نقعته يوم كامل في المية، ما شاء الله الفول نفش معايا زي الحباية نفشت معايا وجميلة جدا زي ما انتوا شايفينه. طبعا انا نقعته يعني كل شوية بغير عليه المية، يعني ما بسووش في المية هي لا، بغير عليه المية كل شوية. ما شاء الله الفول زي ما انتوا شايفينه كده الحباية نافشة وجميلة جدا وابيض زي الفول. طبعا انا جبت عندي هنا حلة، طبعا انا ما عنديش فوالة، فقلت انا هعمله في الحلة. وطب ما شاء الله طلع جميل جدا في الحلة، يعني زي الفوالة بالظبط. طبعا انا كده هفضي عندي الفول في الحلة زي ما انتوا شايفينه كده كده ما شاء الله. بعد ما فضيت الفول في الحلة، طبعا انا جبت ب5 جنيه فول مدشوش زي ما انتوا شايفينه كده، دول ب5 جنيه. طبعا الفول المدشوش بيخلي طعم الفول كده معايا زي الزبدة كده، وطعمه جميل جدا. وبعد كده جبت ليمونة قسمتها نصين وشلت البذر منها، وهحط الليمونة يعني الليمونة كده زي ما هي كده في الحلة على الفول. وجبت حبيتين طماطم قطعتهم كده وحطيتهم، يعني لو حباية كبيرة ماشي، حبيتين وسط ماشي زي ما انتوا شايفينهم كده. وبعد كده هنزل عليهم بالمية السخنة. اهم حاجة يا بنات الفول نزوده مية سخنة عشان خاطر الفول ما يجلدش معانا، القشرة كده ما تجلدش معانا كده في الفول. اهو بعد كده حطيت عليه المية اللي كانت بتغلي على البوتاجاز، وهغطي عليه وهحطه عندي على النار لغاية لما يبتدي المية تغلي بيه كده زي ما انتوا شايفينه. وهبتدي ان انا اشيل الريم من عليه، اي ريم كده على الحلة هشيلها. طبعا الريم ده بنشيله عشان خاطر ما يغيرش معانا لون مية الفول، وما يغيرش معانا طعم الفول زي ما انتوا شايفينه كده. وبعد كده ههدي عليه النار خالص زي الشمع كده، وهسيبه على البوتاجاز. بعد كده هغطي عليه واسيب غطا الحلة كده موارب زي ما انتوا شايفينه. وبقى سر التكة وسر الوصفة صحيح اللي احنا بنجيبها من صاحب المطعم ذات نفسه، اللي هي ايه، نجيب معلقتين صلصة وعليهم شوية من المية، وعليهم معلقة كده هرمية كبيرة من النشا زي ما انتوا شايفينهم. ده سر صنعة المطاعم يا بنات. ما شاء الله انا جربت الوصفة ديت من صاحب المطعم، وما شاء الله الوصفة طلعت معايا جميلة جدا. بعد كده الفول ما استوى معايا اهو زي ما انتوا شايفينه كده. انا قلبت بقى النشا والصلصة والمية كده مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بالايه، على الفول اهو. بعد كده هديله تقليبة واسيبه زي نص ساعة كده يغلي مع بعضه كده. هو الفول استوى معايا جدا، بس بعد كده انا سيبته معايا نص ساعة لغاية لما الفول كده يعني ايه ياخد ويدي كده مع بعضه كده بالصلصة والنشا. وكده ما شاء الله الفول استوى معايا، وطفيت عنه النار ونزلته. ما شاء الله شفتوا بقى الفول ولونه عامل ازاي، وجمال الفول عامل ازاي. ما شاء الله الفول زي الزبدة معايا. انا بتكة كده على حباية الفول، الحباية بتتهرس معايا بكل سهولة جدا
زي ما انتوا شايفينها كده. والله العظيم يا بنات انا جربت الوصفة دي وما شاء الله هتدوقوا احلى واجمل شوية فول انت هتعمليهم بديك الحلوين في البيت. وطبعا يعني احنا في داخلين على شهر رمضان، فما بنستغناش عن الفول خالص. ما شاء الله انا كده غرفت شوية عندي في الطبق وبوريهولكوا وانا بهرسه. الفول بنهرس معايا بكل سهولة ازاي، ما شاء الله عليه. طبعا المطاعم يا بنات بدل الصلصة اللي انا حطيتها بحطوا لون احمر، يعني بحطوا لون احمر عشان خاطر الفول يطلع معاهم احمر كده وجميل. لا، احنا استبدلنا بدل اللون حطينا معلقتين من الصلصة. وكده انا ما شاء الله هرست معاكم الفول زي ما انتوا شايفينه كده وحطيته في طبق. وبعد كده نزلت عليهم بقى شوية من الملح كده وشوية كمون ونص عصرة ليمونة كده، وهنقلبهم مع بعض كويس كده ما شاء الله. وهتدوقي احلى واجمل شوية فول انت عملتيهم بديك الحلوين. وبعد كده هنزل عليهم بقى بمعلقة كده من الطحينة اهو، هرشها كده على وش الفول كده من فوق زي ما انتوا شايفينها. وبعد كده هنزل عليهم بمعلقتين من الزيت. وبعد كده هديها بقى رشة من الكمون تاني يا بنات اهو. ما شاء الله يعني الكمون بيخلي ريحة الفول وطعمه جميل جدا معانا زي ما انتوا شايفينه كده. انا وريتكم احلى واجمل طبق فول انتوا شفتوه، وما شاء الله الفول كله انا هرسته وبوريهولكوا اهو يا بنات. يعني طلع معايا كمية حلوة جدا وكمية جميلة، وطبعا انتي ضمناه وعاملاه بايديكي في البيت ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده. الفول معايا جميل جدا اهو وطعمه جميل جدا، وان شاء الله هتجربي الوصفة وهتعمليها بأمر الله. وكل سنة وانتم طيبين يا رب. وعايزة اقولك لو اول مرة بتشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.